كم مرة حسيت إنك عايز تكون شخص مختلف وعايز تغير حياتك؟ كم مرة حسيت إنك عايز تبطل عادات سيئة أنت أدمنتها، أو تكتسب عادات جديدة كويسة، أو تغير نمط حياتك للأحسن، يعني تكون نسخة أفضل من اللي أنت عليه دلوقتي. لكن شايف إن التغيير صعب جدا للأسف. خلي بالك التغيير بيبدأ بخطوة صغيرة، إنك تقول لنفسك بمنتهى الشجاعة: حان وقت التغيير، أو حان وقت البداية الجديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الامل. وطول الامل ده للعلم نعمه كبيره جدا، لان ده اشاره الى انه مازال في فرصه لبدايه جديده. مهما كنت ومهما كان ماضيك ومهما كان عمرك، في فرصه لبدايه جديده. لكن السؤال: ازاي ممكن ابدا بدايه جديده؟ وازاي ممكن اتغير؟ اول حاجه اعرف نفسك. اعرف نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أكبر عدو للتغيير هو نفسك. نفسك هي العائق الأكبر بالنسبة لك نحو التغيير، هواك وكسلك، والأخطر هي الأفكار السلبية اللي بتحملها عن نفسك.